واحدة بعتت لي وقالت لي ان هي ارملة، وان هي كان معاها بنت صغيرة، وان هي كبرتها، وان هي كانت بتشتغل شغلانة كويسة جدا، وقدرت انها تربي بنتها وتعلمها تعليم عالي، والبنت اخدت شهادة عالية وبرضه اشتغلت شغل كويس جدا. بس هي مشكلتها مع بنتها ان البنت لما بتكون عايزة منها حاجة بتعملها كويس، غير كده البنت معاملتها مع مامتها معاملتها سيئة جدا، بتتعامل معاها للمصلحة فقط، والله اعلم ايه السبب. المهم البنت جه واحد اتقدم لها، واللي هي اتقدم لها دوت كويس وعنده شقة، وطبعا كل الكماليات اللي انتوا عارفينها بتاعه العريس. هي بتقول ان هي شايله للبنت مبلغ كويس جدا علشان شوارها، وانتوا عارفين، وعشان جوازها، انتوا عارفين عاداتنا وتقاليدنا هنا في مصر. المهم الولد كويس وكل حاجة، بس هي قلقانة لان بنتها قاسية عليها شوية. بعدين راحت جت المشكله اللي هي بتحكي عنها، بتقول ان بنتها جت وقالت لها اصل انا خطيبي عايز يبيع الشقه عشان هيعمل مشروع كبير، وانا بشجعه على دوت، وهنيجي نعيش معاكي هنا في شقتك انتي وبابا الله يرحمه. فالام قلقانه. وبعدين البنت ما قالتلهاش كده بس، لا دي بتقول لها كمان عشان هي الام معاشها كبير، بتقول لها احنا ممكن ناخد كارد بضمان المعاش بتاعك عشان يكمل على المشروع بتاعه، وان هو يقدر يفتحه، وانت كده كده هتبقي عايشه معانا، مش محتاجه المعاش في حاجه، ولو احتجتي حاجه انت عارفه يا ماما انا مش هستخسر فيكي اي حاجه. طبعا طلبوا مني الطلب دوت، وانا قلقانه لان انا عارفه بنتي وعارفه طريقتها معايا كويس قوي. انا مش عارفه اعمل ايه. تعملي ايه؟ ارفضي فورا، ما ينفعش. ده بيتك وده معاشك وده امانك، انت بنتك علمتيها وكبرتيها واديتيها شهاده كبيره، وكمان بتشتغل شغلانه كويسه. ايه الداعي ان انت تتخلي عن بيتك وان حد يجي يقعد معاكي في بيتك؟ وايه الداعي ان انت تتخلي عن معاشك؟ ممنوع، ما ينفعش. ده امانك في الحياه، انت امنتيها وربيتيها، ومن حقك انت كمان تدوري على الامان، لان انت نفسك بتقولي ان بنتك فيها شيء من القسوه. اذا كان شيء من القسوه وهي معاكي كده، امال لو هي بقى اتجوزت وبيتها والبيت اللي انت ساكنه فيه هو بقى بيتها وجوزها، انا ما اضمنش الحياه تبقى عامله ازاي، انا مش عايزه اظلمها، بس ده امانك انت، اوعي تتخلي عنه. انت اديتي رسالتك وعملتي اللي عليكي، وقدرتي ان انت توصليها لمرحله في منتهى الجمال، مش اي حد بيقدر يوصل للي انت وصلتيه لها. ده رايي، ولو حد ليه راي تاني يبعت في الكومنتات.